أكلة النهاردة مفيش حد بيختلف عليها، يعني لا صغير ولا كبير، ومفيش بيت ما بيعملهاش. كلنا بنحبها وبنعملها، وزي ما كل شيخ وله طريقة، أنا كمان ليا طريقتي في صينية البطاطس بالفراخ. عايزة أقول لكم دي الإدمان في بيتنا، يعني أكتر حاجة بنعملها. ما يعديش أسبوع إلا لما نعملها على الأقل مرة في الأسبوع ناكل منها. صينية الفراخ بتاعتنا مش اختراع ولا حاجة، بس اوعدك انك هتاكلي ألذ صينية بطاطس بالفراخ بالخضار. معانا معلقة زبدة كده، هنقطع فيها البصل بالطريقة دي كده، وهنديله تشويحة مش هنحمره، وهننزل بالطماطم عليها معلقة سكر، رشة من البابريكا، كزبرة ناشفة معانا كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، معلقة من بودرة الماجي اختياري وبتدي طعم حلو، رشة من الفلفل الاسود، وهنقلب الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين كده. قلنا مش هنسبك، بس هنشوح البصلة بتاعتنا بالطماطم، هننزل بالملح بتاعنا وعليهم قرن فلفل حار اختياري. ايوه كده. يلا بقى الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس، وهننزل بيها بالشكل ده كده، رشة من الفلفل الاسود بتاعنا كده على الفراخ. الخضار بتاعنا اختياري، هنحط بطاطس بسلة، هنزل بجزر معاكو، هننزل بكوسة، عندك فاصوليا حطي، اي خضار انتي بتحبيه هتنزلي بيه. وطبعا لو لسه ما اشتركتيش ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد. هننزل كده برشة بسيطة خالص من الكمون بتاعنا على الفراخ، هنديها تقليبة ونسيبها تغلي غلوتين تلاتة كده، يعني 3/4 سوا تستوي من فوق البوتاجاز عشان تاخد من طعم الطماطم والبصلة بتاعتنا. هندخلها الفرن تحمر معانا وتكمل السوا. هنا معلقة زبدة على شوية زيت، وهننزل عليها بلسان عصفور هنحمره. هنعمل رز بلسان العصفور، حبة رز ابيض براحتك، ولو رز بشعرية حاجة ترجعلك، بس اوعدك انك لو جربتي الرز بلسان العصفور هتنسي اصلا ان في رز اسمه حباية وحباية. صدقيني ده بديل للرز الحباية وحباية، لان فعلا طعمه ألذ بكتير. شوحنا الرز كويس كده ونشفناه، هننزل معلقة من بودرة الماجي، وزي ما قلتلك اختياري رشة فلفل اسود، وهننزل بالملح بتاعنا نظبطه، مية مغلية، وكده تمام. الرز بتاعنا هنزوده، اول ما يغلي نوطي عليه ونسيبه يستوي. صينية الفراخ بتاعتنا طلعت، وبسم الله ما شاء الله، شكل وطعم وريحة. صدقيني زي ما بقولك كده، جربيها على طريقتي وهتعجبك ان شاء الله. الرز بتاعنا مفلفل وزي الفل، يعني مش معجن. شوفي كده الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله، مش محتاجين غير شوية سلطة خضراء وكده تمام معاكي، واكلة متينة محدش يختلف عليها. يلا بقى قدميها زي ما انت عايزة، سيبيها في الصينية، اعمليها كده كل واحد طبق زي ما انت شايفة، حاجة ترجعلك وبراحة راحتك. وهي دي كانت وصفتي النهاردة واكلتي، يا رب تكون نالت اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة واكلة جديدة. ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.